السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سنة ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم اخوكم حسن حمدي، فيديو جديد والفيديو التاني في مادة الفسيولوجي. معانا النهاردة بإذن الله الجهاز العضلي. هنعرف فيه ايه؟ هنعرف اول حاجة نبذة عن اهمية العضلات، وبعدها بإذن الله هنعرف انواع العضلات، تمام، والتغيرات الكيميائية وكذلك الحرارية والميكانيكية اللي بتحصل في العضلات عشان في اثناء الانقباض والانبساط. ونتعرف كمان، احنا قلنا على انواع العضلات بالتفصيل بقى، وبعد كده باذن الله في الاخر هنشوف اسئله سريعه على المحاضره. صلى على النبي. نبدا بسم الله، نقرا مع بعض ونفسر كل كلمه موجوده معانا في الكتاب. اول حاجه بيقول لي the muscular system، الجهاز العضلي، والimportance of muscles، اهميه العضلات. بيقول العضلات بتشارك اول حاجه معانا في 40% من جزء من وزن الجسم في الانسان. دي اول حاجه كده الف ب. طيب the muscles constitute about 40% of body weight، بتشارك في 40% من جسم الإنسان. and their primary function is contraction. أهم حاجة في العضلات هي إيه؟ الوظيفة الأساسية هي الانقباض، وبناء على الانقباض ده بيترتب عليه حاجات كتير. قال لي من خلال their contraction، من خلال انقباضهم they cause movement of the whole body، بيسببوا الحركة لكل الجسم or a part of it، أو جزء منه like a limb، زي الأطراف مثلا. طيب يعني من خلال الانقباض بيحصل الحركة للجسم كله أو لجزء من الجسم. طيب بعدها بإذن الله بيقول لي بيقول لي the functions، الوظائف، and the value of muscles، وكذلك أهمية العضلات become clearly، تصبح واضحة ازاي بقى؟ قال لي ان الصحة، عارفين انتم مثلا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ليه؟ لأن انت طول ما انت في النعمة بتنسى. انا دلوقتي مش عارف أهمية العضلة، طب لما تيجي نبص للناس اللي ما عندهمش عضلات، اللي عندهم اللي عندهم شلل، الناس المشلولين. قال لي clearly apparent when they are paralyzed، لما يبقوا مشلولين، لما واحد يبقى مشلول ايه اللي بيحصل؟ قال لي the person becomes unable to eat، مش قادر ياكل، clean themselves، ولا قادر ينظف نفسه أو يلبس. تمام جدا. فبالتالي مش عارف يحرك ايده ولا يلبس ولا ياكل ولا الكلام ده كله. قال لي they also can't speak، مش قادرين برضه يتكلموا، عنده شلل. تمام. فتعرف أهمية العضلات هنا وعضلة اللسان. و defend themselves، مش قادر يدافع عن نفسه or avoid dangers، ولا قادر يبعد عن المخاطر. يبقى لحد دلوقتي تكمن أهمية العضلات إن هي بتشارك في الوزن الأكبر من الجسم، 40% of body weight، مش الأكبر، نسبة كبيرة جدا. تمام جدا. قال لي بتسبب لي الحركة، الانقباض ده بيسبب لي الحركة، ومن خلال البارالايزد بيرسون أقدر أحدد ايه هي أهمية العضلات. طيب عندنا undoubtedly، يعني بدون شك، one of the most important functions، أحد أهم الوظائف للعضلات ايه هي؟ قال لي producing heat energy، بينتج لك طاقة حرارية. ازاي الطاقة دي بتنتج؟ من خلال الانقباض، ومن خلال المواد الكيميائية اللي بتحصل والحركة اللي بتحصل الميكانيكية. قال لي helping to maintain a constant temperature، من خلال او تعمل ايه بقى ديت الحركة ديت؟ تعمل لي حرارة، والحرارة تحافظ لي على درجة حرارة ثابتة في أثناء البرد. تمام. maintain a constant temperature in cold weather، أثناء أثناء الطقس البارد. طيب قال لي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي من ضمن الأمثلة اللي بتأيد لي أهمية العضلات هي عملية التنفس اللي من خلالها أنت هتموت. فبيقول لي we find that the breathing process، إن عملية التنفس occurs، بتحدث ليه بقى؟ بسبب contraction of respiratory muscles، بسبب انقباض عضلات التنفس، وأهمها الحجاب الحاجز الدايفرام، اسمه دايفرام. طيب if these are paralyzed، لو ديت حصل لها شلل، قال لي death occurs immediately، الموت يحدث تماما فورا. ليه؟ مش قادر يتنفس، خلاص من 3 ل5 دقايق مع السلامة العيان ده. جميل جدا. قال لي والتوازن بين العضلات، قال لي بيحصل balance of muscle contraction in the body allows maintaining different body postures،
من خلال ايه؟ انت عندك عضله منقبضه وعضله تانية منبسطه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. معلش يا شباب لو في سرعه شويه بس ماشي يعني، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا انت قلت لي ان في 3 فيهم ايه؟ 3 فيهم اختلافات عن بعضهم. فاول حاجه الفولانتري موجوده متصله بالعظام attached to bones وفولانتري، تمام. طيب الانفولانتري او الناعمه سموث. ليه الناعمه؟ هنعرف كمان شويه، لانها مش مخططه. طيب يعني ايه الكلام ده كله؟ هنشوف دلوقتي. طيب موجوده في الفيزرا في الاحشاء الداخليه للجسم، وهي انفولانتري، تمام، يعني لا اراديه. الكاردياك موجوده في الثوراسيك كافيتي، الهيكل ايه او التجويف الصدري. جميل كده، دي معلهاش خلاف. قلبك موجود في صدرك. طيب بالنسبه للنسبه بتاعتها او وزنها، فبيقول لي العضلات الاراديه هي 40% من وزن الجسم، والانفولانتري قال لي لا اراديه 10% من وزن الجسم، والكاردياك قال لي 500 جرام تقريبا. يبقى هنا تقريبا 40% 10% 500 جرام تقريبا، يعني واخدة العضلات لوحدها 50% من وزن الجسم. يعني النسبة الأكبر بالفعل يعني حتى كنا قلنا في الأول ممكن تكون أكبر، لا هي بالفعل أكبر. إلا لو واحد بقى إيه للأسف هش خالص، يعني ضعيف خالص، عنده مال نيوتريشن، تغذية كده، سوء تغذية. طيب النسبة للخلايا بتاعت كل عضلة فيهم، قال لي أول حاجة الفولانتري ماسلز، العضلات الإرادية، قال لي الخلايا فيها سترياتد. يعني ايه سترياتد دي؟ يعني مخططة. ونون سترياتد يعني غير مخططة. فبيقول لي زي ايه يا دكتور؟ صلى على النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم. معلش الصورة ممكن ما تبقاش واضحة قوي. أول حاجة السموث ماسلز، شايف عاملة كده جنب بعضها كده، جنب بعضها كده، مش مخططة. طيب عندنا الكاردياك برضو جنب، بص كده، لا ماسكة كده كده، ماسكة كده، تاخدين بالكم؟ مش مخططة. هنا بص هي عضلة كده، شايف ديت، شايف ده كله، شايف ده كله، دي كلها ايه؟ خطوط مخططة. هنشوف لكم، صلوا على النبي يا شباب صلى الله عليه وسلم. هنا اهو شايف العضلات الكاردياك، شايف تمام يا شباب؟ شايف هنا بقى، شايف التخطيط ستريتد ازاي؟ شايف هنا ستريتد ازاي برضو في القلبية. هنا السموث ماسل جنب بعضها كده، مرصوصة. تمام. صلوا على النبي. يبقى هنا مخططة، هنا برضو مخططة، تمام. وهتلاقي بس هي مش واضحة قوي، هي مخططة هنا اهيت، تمام. وهنا لا، هنا بالتوازي. طيب هنا يا شباب تاني، صلوا على النبي. يبقى السكيليتال والكاردياك مخططين، السكيليتال والكاردياك ايه؟ مخططين، تمام، الخطوط العرضية دي. اما هنا لا، ده هنا مرصوصة. يبقى الكاردياك ستريتد، الفولانتري ماسلز ستريتد، الانفولانتري الغير اراديه او السموث الناعمه اللي نون ستريتد، يعني مش مخططه، لا ده هي مرصوصه جنب بعضها والسلام كده، تمام. اما هنا مرصوصه ومخططه كمان، كل فايبر. شايفين التخطيط ده كله؟ شايفين اللون ده؟ هو ده التخطيط. طيب قال لي الفولانتري ماسلز اكيد مدعومه بايه؟ بنيرف. النيرف ده العصب اللي بيغذي العضله ويديها اشارات كهربائيه تنقبض او تنبسط. فهنا ايه اللي حصل؟ قال لي فولانتري نيرف، يبقى النيرف وكذلك ارادي. طب لو انفولانتري ماسل يا راجل يا محترم، يبقى انفولانتري نيرفس. هنا بقى الكاردياك تختلف، ان هي متميزه بالستريتد زي الفولانتري، وبالنيرفس زي الانفولانتري. فهي واخده الستريتد مخططه زي الفولانتري، ونون انفولانتري نيرفس عند اعصاب لا اراديه زي العضلات اللا اراديه. طيب في هنا سيمباثيتك ونون او باراسيمباثيتك. السيمباثيتك اسمه الجهاز السمبثاوي، والباراسيمباثيتك الباراسيمبثاوي. طب بيعملوا ايه؟ قال لي السيمباثيتك ده بتاع الحماس، بتاع اللي هو بيقول لك فايت اند فلايت، يعني ايه؟ يا تجري لو قام عليك كلب، يا اما ايه؟ يا اما تهاجمه يا اما تجري، صح؟ فايه ده اللي بيحصل مع ايه؟ مع السيمباثيتك. طب والباراسيمباثيتك بيخليك، بيرخيك، الباراسيمباثيتك بتاع الاسترخاء، تمام يا شباب. عندنا اول حاجه الفولانتري ماسلز، لو حصل سيفرنس، لو حصل ايه؟ سيفرنس ممكن يديك الايه؟ كومبليت باراليسيس. بتقول لي يا دكتور لو حصل سيفرنس للنيرف يؤدي لذلك شلل تام. يعني ايه سيفرنس؟ قال لي يعني لو قطعت او فصلت العصب ده عن العضله الاراديه، قال لك يحصل لك شلل تام. على عكس الانفولانتري، قال لك لو حصل لك، لو عملت فصل او قطع للنيرف، قال لك العضله مش هتتشل، تنقبض وتنبسط زي ما هي. جميل جدا. والكاردياك يا دكتور
قال لي الكاردياك ادكتورا برضو لو كذلك لو حصل قطع للنيرف للعصب مش هيتشال not paralyze the heart muscle. تمام يا شباب، لان هو الانقباض فيها ذاتي في الكاردياك كمان. فهنا عندنا 3 انواع voluntary involuntary cardiac يا شباب. دي متصلة بالعظام بتمثل 40% من وزن الجسم striated L and W تمام under microscope. طيب عندنا supplied by voluntary nerves. طيب العصب الايه ارادي، قطع العصب يؤدي لك لشلل تام. هنا موجودة في الفيزرا في الأحشاء involuntary 10% من وزن الجسم non striated غير مخططة في ايه العضلات الايه اللا إرادية. قال لي مدعومة ب involuntary nerves sympathetic ونان أو parasympathetic والنيرف سيفرانس قال لي قطع النيرف ما يشيلنيش العضلة. طب الكاردياك قال لي موجودة في الثوراسيك كافيتي 500 جرام استريتد مخططة زي الايه زي الإرادية، ولكن هي زي اللا إرادية في حاجتين. قال لي في النيرفس وكذلك لو قطعت النيرف ما تتشالش العضلة. تمام، يبقى الانفولانتري نيرف قال لي لو قطعته ما يأثرش على العضلة. تمام يا شباب، تمام جدا. فقرة الأسئلة يا شباب بقى سريعا. أول حاجة يقول لي اذكر لي فوائد العضلات أو أهمية العضلات. بعد كده التغيرات اللي بتحصل كده اذكر لي أنواع الإيه 3 عضلات بالتفصيل. وآخر سؤال اللي هنجاوبه مع بعض قال لي خصائص الفولانتري ماسلز. قال لي من هنا أهو الفولانتري ماسلز بتمثل إيه 40% من إيه وزن الجسم، يبقى إيه صح بإذن الله. أما السيمباثيك لا، ده ديت الانفولانتري مش افكتد بالنيرف سيفرانس، يعني لو النيرف اتقطع مش هتأثر، لا ده بيحصل باراليزيش شلل. طيب نون ستريتد لا ده هي مخططة يبقى ايه. اما البنفيتس بقى فاحنا واخدينها ايه في الاول، هتراجع المحاضرة وتسمعها لنفسك اهمية العضلات. تمام، وكذلك التايبس بالتفصيل اللي هو الجدول ده تحفظوه يا شباب مهم جدا. وكذلك التغيرات برضو هتوضحها لنفسك كده سريعا، تذكرها سريعا بالحفظ الاسامي العناوين وتشوف ايه موضوع بسيط بإذن الله. اللي مكبره بس موضوع الترجمة. كان معكم أخوكم حسن حمدي في فيديو لمادة الفسيولوجي من كورس نرسونا. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعالنا في السر لو استفدت. وما تنساش تعرف زمايلك علشان يستفادوا، والخير يعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.